عزة وكان سجل أكوستا، وتحدث المدرب هوبير انه يعني يريد ان يحقق ذلك الانجاز هنا في معقل الفريق، والكرة اللي بتحدث عنها، وادي الفرصة والهدف، الهدف القاتل رامي البدوي هنا في هذه اللحظة وفي هذه اللقطة، ركلة ركنية على الهلال، ورامي البدوي في الدقيقة 86 رامي البدوي يسجل هدف لنادي النجم الرياضي الساحلي، الهدف اللي هيضمن لنجم الرياضي الساحلي التأهل للمرحلة القادمة للدور ربع النهائي. رامي البدوي، شوف الكرة الركنية والإصرار، وقعت الكرة الأولى اللي كانت سددت وكان محمد أمين بن عمر، وبعد كده مكسيم، ووصلت إلى رامي البدوي اللي بيسجل هدف اللقاء، الهدف القاتل في الدقيقة 86. حمزة الأحمر يرفع الكرة، ودي أمامنا الكرة هنا ترتد، وتدخل من محمد أمين بن عمر، ثم التسديدة ومطالبة هنا باحتساب تسلل في اللقطة الماضية. أدي اللي داخل المرمى ده أيمن الصفاقسي، وتسديدة، ولكن رامي البدوي والكرة في الشباك، والفرحة والسعادة كبيرة جدا هنا للاعبي فريق نادي وطارة اخترق في واحدة لكن اتأخر، وطارة يلعب العرضية، يا ولد التعادل العادل في الدقيقة الأولى من وقت بدل الضائع. بص شوف بشا بيعمل ايه، بص شوف بشا، يا وطارة عدى حلوة قوي، وبشا عمل اللمسة الجميلة يا ولد. محمد مختار بشير بشا يا بشا عادل النتيجة. بص وطارة لاعب كبير قوي، الشوط الأول عملها وتأخر، وادي وطارة العرضية وتغطية موجودة من رامي البدوي، مفيش تسلل يا ولد على العرضية واللمسة، ومفيش تسلل، رامي البدوي مغطي، والتعادل يأتي من بشا. محمد مختار بشير بشا يعادل في الدقيقة الأولى.